السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع أم يوسف. حبايبي، النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة الجملي. كفتة الجملي يعني كفتة أمي وجدتي، أحلى كفتة تاكليها في حياتك. بس تعمليها بلحمة جملي وتعمليها بالعيارات المظبوطة. مبدئيا زي ما احنا شايفين أنا حاطة مج كبير من الرز وعليه شوية شعرية عشان هعملها في المكنة بتاعتي. لو هتعمليها بره عند الراجل حطي شوية مكرونة حلوين كده بتاع 100 جرام، وهنحط نص كيلو لحمة وعليها شوية دوش، وبعد كده هنتكلم في اللحمة. التوابل بقى: معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة 7 بهارات، ربع معلقة بيكربونات الصوديوم، او نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة جوز الطيب. طبعا التوابل وكل ده هكتبهولك في صندوق الوصف. بصلة متوسطة مش كبيرة، الكبيرة هتخلي الكفتة فيها مية وهتبقى هتفك معاكي. وطبعا حزمة الشبت والكزبرة بتاعتنا، ومعاها كام فص توم. مبدئيا اللحمة زي ما احنا شايفين انا جايباها حمرة جدا من الفخدة، وانا بصراحة المعلومة دي انا عرفتها لكم. الكفتة الجمل يا جماعة اللي هيعملها في البيت ما بتتعملش غير من الفخدة، من حتة ناشفة في الفخدة، ما بتتعملش لحمة دسمة ولا سمينة. هو بس بيحط لها حتة دوش كده بسيطة فوق ما بيحط لك اللحمة حمرة صافي. حط لي نص كيلو لحمة صافي وعليه حتة دوش صغيرة عشان التطعيمة بس. وطبعا هخلطها بكل الحاجات اللي احنا حضرناها مع بعض وندعكها مع بعض كده. ونسيت اقول لكم يا جماعه، انا حطيت نص قرن فلفل حراق، وده ما بيديش طعم خالص حراق. لو انت عايزه تخليها حراقه كده ومش عواطه حطي قرن فلفل كبير، هتخلي لك الكفته طعمها زي الفل. طبعا بعد ما خلطتهم مع بعض حطيتها في الكبه وابتديت اخد اول وش ليها. ويا جماعه اول وش بيبقى تقيل شويه عشان خاطر الحاجه بتبقى لسه كلها خشنه. الأداة بتاعتها لو لقيتيها تقيلة على ايدك ومش قادرة تزقيها بيها، معلقة شاي صغيرة قيسي العمود بتاع المفرمة بتاعتك وحطيها عليها. لازم المعلقة تبقى أقصر من العمود عشان وانتي بتحطيها ما تأذيكيش، ما تخشش عند المفرمة وتأذيكي. ده الوش التاني زي ما احنا شايفين. طبعا خلاص بقت خفيفة وبتنزل معاكي بسهولة، هتعمليها بالأداة بتاعت المفرمة. ما عندكيش مفرمة وهتعملي بالكبة، هتحطي كمية الكفتة بتاعتك وهتفضلي تطحني فيها طحنة كويسة لحد ما تديكي القوام الناعم اللي انت عايزاه. طبعا عيشي حياتك، ده هتاخد وقت كتير في المفرمة. ما اقصدش مفرمة اللحمة، في الكبة هتاخد وقت حلو في الكبة. لكن في المفرمة زي ما احنا شايفين 3 وشوش و3 وشوش وبس، وهتديكي يعني فرمة ناعمة وجميلة. ما عندكيش بقى المفرمة ولا الكبة وعايزة تعمليها مش هتغلبي، بالخلاط هنعملها، بس مش هنعملها بقى بالرز العادي اللي احنا غسلناه ونقعناه شوية. هنعملها يا حبيبتي بدقيق الرز من عند العطار. بدل كوباية الرز هنحط كوباية ونص، لان بعد ما بيبقى دقيق رز ما بيبقاش نفس العيارات زي سكر البودرة بالظبط. هتحطي البودرة دي، الرز البودرة، على كل العيارات، وهتشتغلي في قلب الخلاط عادي جدا. وهعملهولك بالخلاط ان شاء الله المرة الجاية، وهوريكي الطريقة بأبسط طريقة بخلاط البيت العادي انك تعملي الكفتة الجملي. ان شاء الله تطلع معاكي احلى حاجه. انا عملتها زي ما قلت لكم 3 ادوار في قلب المفرمه، طلعت ناعمه وجميله. طبعا ما فيهاش ميه زي ما الراجل بيقعد يعكلك ويحط لك في ميه فيها ويقول لك لما تروحي ابقي حطيها ساعه في التلاجة. طبعا دي بعد الفرم مباشره. انا لا دهنه زيت ولا حاجه، وهوريكوا اهي في ايدي، ولا لزقت في ايدي الناشفه اللي هي اللي ما فيهاش جوانتي ولا اي حاجه، زي ما احنا شايفين كده تمام. هجهز بقى صينيه احط عليها سنه زيت، وهقول لكم دلوقتي سنه الزيت دي ليه. وبعد كده هدهن ايدي دهنه زيت بسيطه عشان خاطر لما اعمل كميه كبيره في الصينيه واجي انزلها في الطاسه تتزحلق وتنزل بسرعه ما تلزقش في بعضيها. دي بس عشان والتصبيع بتاعها يفضل محتفظ بقوامه وبنفس الشكل ما يتلخبطش معاكي. فانا بحط زيت عشان كده، مش عشان هي هتلزق ولا اي حاجه. عشان اول ما اجي اهز الصينيه وانزلها في الطاسه اللي انا دلوقتي بسخنها على النار، انزلها مره واحده ومش هيبقى فيه مشكله. طبعا حطينا الزيت، سخناه كويس ووطيت عشان لما انزل كميتي كلها ابقى اعلي. جيت انزل كام واحده وبعدين هبتدي احرك الصينيه زي ما وريتكم وهنزل بكميتي كلها. طبعا دي كانت اول طاسه، ودي اول طاسه اتنسفت وما رجعتش تاني. زي مامتي وزي مامتك، اول ما ابتديت اعمل بعد كده ابتديت اخبيها سيادتك في الفرن، لان الولاد خلاص عرفوا ان انا بعمل كفته وشموها. كل ما هطلع هيجوا يقلبوها مش هلاقي حاجه في الاخر عشان اسويها. فصراحه اول طاسه دي راحت لحال سبيلها، وابتديت بعد كده بقى افتكر بقى ماما واروح حطاها في قلب الفرن. كل ما اطلع حاجه هخبيها في الفرن. طبعا يا اما فوق التلاجة، يعني انتي لو ما عندكيش بقى اطفال عيشي حياتك وانتي لوحدك اللي هتاكليها. جبت الحله، وطبعا الكفته بتتعمل بسمنه مش بزيت، حطيت معلقه سمنه. السمنه اللي بتستعمليها يا حبيبتي حطيها.
بعد ما حطيت معلقه السمنه، نص معلقه توم عادي جدا اللي انا مخزناه ضفاير مش من الفريزر. لو من الفريزر زودي لان بيبقى فيه قشر وبيبقى النكهه بتاعته ضعيفه. نص معلقه توم اللي انا حطاها دي توم عادي جدا انا مخزناه وبفصصه وبدقه. بعد ما يديني اللون الذهبي، مش يتحمر، يديني ذهبي خفيف، هنزل بالصلصه اللي احنا مصفيينها ومش من المفرزه من التلاجة يا جماعه، صلصه فريش، طماطم فريش. في حاجات بنعملها ما ينفعش نعمل من متخزنه خالص، من ضمنها الكفته. المهم حطيت نص معلقه السكر عشان خاطر التفاعل تبقى خفيفه كده على اي حد ياكلها وما يتعبش منها. بعد كده يا جماعه حطيت نص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من الملح عشان كفتتي مظبوطه. انتي حبيبتي بعد ما تعملي كفتتك وانتي بتعمليها تدوقيها، لو مظبوطه اظبطي الطماطم بالظبط، لو فيها حاجه زايده قلليها من الطماطم، لو طلعت حراقه ما تحطيش فلفل اسود خالص في الطماطم. بعد ما سبكتها كويس حطيت لها كوبايه ميه وبعدين نزلت عليها بالكفته والبطاطس زي ما احنا شايفين. طبعا سبكناها كويس جدا وبعد كده كوبايه ميه كده خفينا الدنيا ورحنا نازلين بالكفته. خطوه تنزيل الكفته دي ما تعملهاش من بدري وتركنيها، ده ساعه التقديم. لو لسه بدري على التقديم وانت بتعملي الاكل بدري، سبكي الطماطم وسيبيها والكفته متشاله. اول ما يجي جوزك وهتاكله روحي مسخنه الصلصه وانت بتسخني الاكل حطي عليها الكفته، سيبيها تاخد غلوتين كده لغايه ما الكفته تطرى وتبقى حلوه. الرز بقى التقليدي اللي هناكله مع الكفته زي ما احنا شفنا، الشعريه مع معلقه سمنه وحطينا عليها بعد كده اهوت بعد ما بقت دهبي الرز كوبايتين رز يا جماعه، حطيت عليهم كوبايتين ميه، حطيت على كل واحده معلقه شاي من الملح، يبقى معلقتين برضو ملح من معلقه صغيره بتاعت الشاي. انا كده اهو انا حاطه من البراد عشان انا عارفه عياراتي، انا بقولك لو انت بتعمليه لاول مره لكل كوبايه رز كوبايه ميه معلقه شاي صغيره من الملح. طبعا بعد ما الميه بتاعته اتشربت وانا حطها على نار متوسطه مش عاليه، هبتدي افكه زي ما انتم شايفين كده من تحت لفوق وافكه كله واروح حطاه. هيطلع معاكي احلى حاجه ويطلع معاكي احلى كفته في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، ولو عندكم اي افكار لحاجه قولوها لي وانا ان شاء الله هبقى انزلها لكم. والسلام عليكم.